مساء الخير، أسعد الله مساكم وتقبل الله صيامكم ويسهل عليكم شهر رمضان إن شاء الله. اليوم حبيت أتكلم عن عطر نسايب. الله يسلمكم. هذه من عطور البلوجر جمال النجادة الكويتية اللي عندنا. العطر أنا للأمانة توني يعني من الشتاء اللي طاف أغرمت فيه. يوم طلبت بالطو جاكيت وياه، وكانت فيه ريحة عجيبة وفخمة فخمة 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 مو عادي، فظنيت انه لبرد اوف ارابيا، لان العادة هو اللي يكون كذي وايد قوي. انزين، سألت التاجرة اللي طلبت منها البالطو، كان تقول لي هذا عطر نسايب مال جمال النجادة. للأمانة العطر جدا جدا فخم، لا وثقله. شوفوا العلبة أو نقول الغرشة، الباكج اللي له فخم فخم وثقيل، يعني تحسون ان قيمته فيه. والله العظيم ان العطر فخم 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 وقوي، يعني رشتين كافين. حق شنو بالضبط تستخدمونه؟ مثلا دراعة بتنزلون فيها تحت البيت، قدام اخوانكم، قدام شيء، دشداشة الواحد اذا بغى عنده عزيمة ولا بيتفطر عند احد، بس رشة واحدة كافي، وتكون حاطها الظهر، لان العطر قوي وفواح، فوحانه ساعات يوصل، مو يمكن يوم كامل من قوته. فالعطر أنا أحطه على مثلا الملابس اللي بلبسها باكر، أو هذا هو نسايب من بوتيكات، طلبته بوتيك جمال النجادة. أو مثلا أبي مثلا أنزل حق عزيمة، زوارة، غضقة عندنا، أحطه على مثلا دراعة أو أي شيء، وبعدين ورا الفطور بخره، واحط لي العطر اللي ابي، رشه واحده غير نسايب طبعا. ابي الريحه، بس انا اقول فخامه. جربوه وشوفوا واطلبوه من بوتيكات، بتدعوا لي والله. هذا عطر نسايب.